وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من حماة شريعته وحملة لواء دينه الذين يضحون في سبيل ذلك بكل غال ونفيس. ثم أقول أيها الأحبة الكرام، إن الإصلاح الذي ننشره والرخاء الذي نتمناه والحياة الطيبة التي تتشوق إليها نفوسنا لا يمكن أبدا أن تتحقق إلا في ظلال منهج الله جل وعلا. كل الآن بيتكلم، البلد بتمر بكوارث متعددة، فيه انهيار في الاقتصاد وضياع للأمن ومشاكل لا تكاد تحصى. فما المخرج وما السبيل إلى عودة البلاد إلى مكانتها التي يجب أن تكون عليها رائدة لسائر الدول العربية والإسلامية في المنطقة كما كانت من قبل؟ ما هو السبيل؟ لا سبيل إلا أن نعود إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن نقيم دولة الإسلام في قلوبنا حتى تقوم على أرضنا. فالمسؤولية ليست مسؤولية